عندك مثلا لي غاز اولا عندك قولون اولا جرثومه المعده، كتمشي كتعالج غير داك المرض وصافي. لا غتعالج لك المشكل ديال المعده بصفه نهائيه بحال الوصفه اللي عطيتكم البارح هو البارح. السلام عليكم الاخوان. اول حاجه خصك تعرف باللي ديك التسخسيخه اولا ديك العيا اللي عندك في الجسم ديالك ومخليك ديما عيان وعكزان وكتصبح مريض ومدقدق، راه بسبب المعده. المعده راها كدير السخفه والعيه وكدير حتى الدوخه وكدير حتى الحريق في الظهر. هاد المشاكل كامله بزاف ديال الناس ما كيعرفوهاش. ملي كتمشي كتاكل الدواء كيعالج لك، ماشي كيعالج غير كيعالج لك المشكل واحد الفتره، من بعد كتولي كتعاني. خصك تنقي القولون المصران ديالك من السموم، من الفضلات المتراكمه. خصك تعالج مشاكل اللي هي كثيره عندك في المصران من البدايه ديالها. ماشي انت عندك واحد المرض معين، عندك مثلا لي غاز اولا عندك قولون اولا جرثومه المعده، كتمشي كتعالج غير داك المرض وصافي. لا بحال مثلا واحد الجرحه عندك في يدك، كتمشي كدير لها بيطاطين كتعالجها، ولكن مع الجناب ديالها ما كتعالجهاش. كيكون المرض عندك انتشر في المعده، مشاركل الكبده، مشاركل الطيحان، مشاركل المصران، مشاركل بزاف ديال البلايص. خصك تعالجهم كاملين، حيت نتايا ملي كيشدك الحريق اولا ملي كيشدك كما كنقولوا واحد المرض معين، ما كتكونش عارف المده اللي كنتي شحال وانت مريض بها. ملي كتمشي عند طيك كتقول له كضرني واحد الحاجه، كيمشي كيشوفها لك نيشان وكيعطيك الدواء ديالها. الوصفه اللي غادي نعطيك اليوم غتعالج لك المشكل ديال المعده بصفه نهائيه بحال الوصفه اللي عطيتكم البارح هو البارح. هاد الوصفه هذه ديال اليوم من احسن ومن اقوى الوصفات اللي شاركتهم مع الناس بوش او غاي، عطيتها للعائله والاصدقاء ونفعتهم. هاد الوصفه هذه شنو كدير؟ اول حاجه انها كتحيد لك السموم اللي عندك في الجسم ديالك، الدهون المتراكمه اللي عندك في الجسم كتحيد كامل. ولا سيما الا ما كنتيش كدير الرياضه، يعني كتضل في الخدمه مجالس في الكرسي او ما كتتحركش بزاف وما عندكش الوقت اللي تمشي دير فيه الرياضه وتعرق وتخرج السموم من الكرش ديالك. حتى الا كان عندك المشكل ديال الامساك، والامساك حنا كنعرفوا انه من المصران. المصران كيكون عندك فيه ترسبات، هو اللي كيخلي المشكل ديال الامساك عندك القبض. يعني هذه تسهل عليك الامور، غتنظف لك القولون الجسم ديالك بصفه عامه، وغتشكرني عليها حيت غتنفعك وبزاف ان شاء الله. نبغيك غير تركز معاي ودير المقادير كما هما باش تنفع معاك ان شاء الله. 4 ديال المكونات طبيعيين. دائما كنجيب لكم وصفه بمكونات طبيعيه وكاين عند اي واحد في الدار ديالو. عندنا القرفه عواد، وعندنا حبه السوداء وحنا كنعرفوا الاهميه ديال الحبه السوداء، وعندنا النعناع هذا الخضر، وعندنا القرنفل. باش ما نطولش عليك نبدا لك باول حاجه، وهي 3 ديال الورقات ديال النعناع. من بعد ما تغسلوا بطبيعه الحال ديروا في واحد الطنجره ولا كاسرونه ولا اي حاجه، وزيد معاه نص معلقه ديال الحبه السوداء، وطريف واحد صغيور ديال العواد ديال القرفه. نقسموه ونديروه هكا، وغنديروا نص معلقه صغيره، نص معلقه ما كاملاش على هذا الشكل، تقريبا 7 حتى 9 ديال الحبات ديال القرنفل في هذه الكاسرونه اولا في هذه الطنجره اللي درتي فيها. وغادي تزيد نص لتر ديال الماء على هذا الشكل فحال هكا. غديروا فوق البوطه وغتخليه يطبخ مزيان. من بعد ما يطبخ 20 دقيقه غادي تجيبو وغتصفيه. انا غنوريك غير الطريقه باش ما نطولش عليك في الفيديو. ديك نص لتر ديال الماء مع الغليان غادي يعطيك كاس كبير على هذا الشكل كما هكا، وغادي تشربوا ان شاء الله كل ليله منين تبغي تنعس. ماشي على الريق وماشي في وسط النهار، وانما في الليل قبل ما تنعس بساعه او بنص ساعه ديال المكان على الاقل. غداوم عليها اسبوع ان شاء الله بالاذن ديال الله. غتنقي القولون، المشاكل ديال المعده والدهون اللي عندك متراكمه في الجسم ديالك كامل ما غتبقاش. نبغيك ما تنسانيش غير مرحمه الوالدين. السلام عليكم.